السلام عليكم. ايه الاخبار يا جماعه الخير؟ كيف الاخبار؟ كيف الاحوال؟ كيف الاحوال يا جماعه الخير؟ كيف الحال؟ النهارده موضوع مهم جدا، موضوع من اهم المواضيع اللي تخصني انا شخصيا، حتى كنت بمر بيها واستفدت من الموضوع ده جدا، في موضوع حب النفس. وهفصل في الموضوع ده الفرق بين حب النفس وحب الغير والانانيه وامور كتيره جدا هنفصل فيها ان شاء الله في الفيديو ده، وازاي تعرف تعيش لوحدك. بس قبل ما نبدا يا جماعه الخير، احنا دلوقتي في رحله الوصول، ده تحدي عملناه في رحله الوصول ل 100,000 مشترك. احنا دلوقتي 339 مشترك، برضه عشان تبقوا عارفين القصه وعايشين معايا القصه ان احنا في هذه الرحله. فما تنساش انك تشترك في القناه، ما تنساش ان انت تدعمنا بلايك، اقوى اللايكات، عايزين لايك قوي جدا، لانه اليوتيوب بيدعم المحتوى لما بتدي لايك، فده واحده من الحاجات اللي ممكن تدعمني بيها. ذاتس ات. الحاجه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها هو موضوع انك انت تعيش لوحدك. ازاي تتعايش مع نفسك وتحب ان انت تعيش مع نفسك وتستأنس بنفسك. وده من الحاجات الجميلة جدا صراحة، يعني ان انت ده المواضيع اللي هتكلم فيها كلها مترابطة ببعض الى حد ما. ان انت لما تعيش مع نفسك، تحب تعيش مع نفسك، ونخش في موضوع الحب، انك تحب تعيش مع نفسك. ده برضو فيها نوع، عشان تتعايش لوحدك او تستأنس بنفسك، موضوع محتاج نوع من الوعي. ليه محتاج نوع من الوعي؟ يعني لازم تعرف نفسك. يعني انا مريت بالتجربه دي، كنت في فتره من الفترات 2019، كان ساعتها عندي 19 سنه. كنت بعدي بازمه معينه، فمش قادر اقعد مع نفسي، مش قادر، كنت بهرب للشغل، يلا اطلع اروح اشتغل. بس بعد ما وعيت على نفسي وبقيت فاهم نفسي كويس، مش كويس يعني لحد ما، يعني اللي فاهمه دلوقتي يمكن 50% ولا حاجه، بقيت بقعد مع نفسي يمكن بالشهور. بس اللي اكتشفت انه السلبيه من انت تقعد مع نفسك وما تختلطش مع البشر، انك تفقد مرونه المعامله مع البشر. فانت برضو لازم تتعامل مع البشر عشان يبقى عندك مهاره، ان انت عندك نوع من المرونه والريزيلينس في ان انت تتعامل مع البشر. بس الموضوع اي حاجه محتاجه موازنه، سواء انت تقعد لوحدك، يبقى في وقت تقعد فيه مع نفسك تستأنس مع نفسك، وفي وقت مع الناس، وفي وقت كل حاجه ليها حقها، كل حاجه ليها ميزان. فانك انت تحب نفسك، ازاي تحب نفسك؟ ان انت يبقى عندك اهداف تقدرها، تعيش معاها، تلتفت ليها قبل ما تلتفت للناس. يعني انت ممكن تكون متربي بطريقه انه انت بتلتفت للناس اكتر ما انت بتلتفت لنفسك، اللي هي اهم، يعني نفسك اهم ان انت تنجو بيها. وهنفصل في الموضوع ده، يعني برضه من ناحيه ان ده برضه الغير مهم برضه في نواحي كتير، لان احنا كده لو اخذنا الموضوع من ناحيه حب نفسك انت بس، فيعني الموضوع ده فيه نوع من الانانيه وفيه نوع من العقليه الغربيه اللي هفصل فيها كمان شويه. فان انت تستمتع باهدافك، تحط لك اهداف، تحط لك حاجات تمشي عليها، ما تركزش مع غيرك. ودي الحاجه المهمه جدا، ان انت برضه تحب غيرك. انا عايز افصل الحته دي مهمه، انك انت تحب غيرك زي ما بتحب نفسك. ازاي؟ حتى الاسلام، يعني هو احنا عندنا فطره النفس البشريه فطره بتحب نفسها، دي فطرة فيها. فعشان كده جت الأدلة الشرعية عشان تعمل نوع من الموازنة، إنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت مأمور بحب غيرك، ومأمور بإن أنت تصلح غيرك زي ما بتصلح نفسك، زي ما تصلح نفسك. فما في ناس انا عارفها، انا عارف في بعض الشخصيات يمكن ما عندهاش اصلا حساسيه بالغير ابدا، يعني هو اهم حاجه عنده نفسه، ممكن مش من ناحيه سلبيه قوي يعني، او من ناحيه سوداويه قوي، بس هو ما عندوش سنس انه المفروض يعني يصلح من غيره زي ما بيصلح من نفسه. لا، هو مركز مع نفسه بس، ممكن برضه طريقه تربيه مختلفه. فالنوع محتاج نوع من الموازنه، سواء مع نفسك ومع الغير، الاتنين مهمين جدا. في ناس ما عندهاش نوع من الحساسيه، حتى يعني مثلا ممكن يبقى ضيف وجاي ضيف تقيل، بس ما عندوش نوع من الحساسيه انه يفهم انه هو مش مرحب بيه، او انه ضيف تقيل، يعني بنقول عليه في مصر كده يعني. فلازم يكون عندك نوع انك تحس بنفسك وتحس بغيرك وتلتفت لنفسك. يعني حتى في احد الحاجات اللي سمعتها لويل سميث مره، كان بيقول لك ان انت تحاول دايما ان انت تشوف نفسك او قيمتك في غيرك. مش حاجه كويسه في اغلب الاحيان. ليه؟ لان في بعض الاحيان انت بتكون اللي قدامك ممكن يكون مشوه نفسيا، فانت بتقيسها على واحد مشوه نفسيا، كانك بتبص في مرايه مكسوره وبتحاول ان انت تشوف نفسك فيها، تحاول تعدل نفسك فيها عشان تبقى كويس. انت اصلا المرايه اللي بتبص فيها مكسوره.
فمش معنى كده ان انت ما تلتفتش للغير، لا بالعكس، مهم جدا الصديق، بالعكس مرآة لاخيه. يعني صديق ممكن يقول لك يشوف فيك حاجات انت مش شايفها في نفسك اصلا. فلا مش مع كلام ويل سميث 100%، ولكن الموضوع برضو باتزان، وده اللي يودينا لحته ان انت برضو ما تلتفتش لكلام الغرب او للكتب الغربيه او للبودكاستات الغربيه زي ذا دايري اوف ذا سي اي او ولا جاي شيري ولا ايا كان، وتلتفت ليه عشان تعلم اللغه الانجليزيه وتسمع لهم كتير. ليه؟ لسبب ان انت هتشرب. يعني انك تسمع لهمش في حته الافكار والعقائد كتير، لان انت هتشرب من اللي هم بيعملوه. ممكن تتشوه افكارك واحده واحده، وهي بتبقى زي خطوات الشيطان، واحده واحده. انت مش مدرك دلوقتي ان الحاجات دي بتاثر عليك، ولكن في القرارات اللي في حياتك هتلاقيها بتاثر لكثره السماع. فمهم جدا لو هتسمع لهم يبقى عندك حصيله ايمانيه قويه جدا، وفي نفس الوقت يبقى عندك يبقى عندك علم، وبرضه تقلل منهم. يا اما ما تسمعلهمش خالص، او ممكن تسمع الامور العلميه البحته، واحد بيتكلم في علم البرمجه، واحد بيتكلم في علم الطب، ممكن تسمع. اما الامور الفكريه يفضل انك انت ما تسمع لهمش، لان حتى كان في حديث عن الرسول بيقول، يعني ان هو انا والله ما فاكر الحديث ده كان بيقول ايه، يعني نبحث عنه. حديث انا بريء، يعني معنى الحديث انه انا بريء من اللي بيقيم بين ظهراني المشركين، اللي عايش بينهم، لانك هتتاثر. فما بالك انت دلوقتي عايش معاهم معنويا. يعني انت معنويا بتفتح الجهاز، ممكن تعيش مع الغرب زي ما انت عايز. فلازم تحافظ على بيئتك، ودايما الحته دي مهمه جدا، اللي هو المرء على دين خليله، فلينظر احدكم الى من يخالل. يعني انت على دين، بص تفصيل على دين خليله. فتخير انت حتى في اليوتيوب مين اللي بتتابعه، مهم جدا. مهم يا جماعه الخير، انت مش متخيل قد ايه الموضوع مؤثر على نفسك. وهتلاقي نفسك لو بتتابع حد مثلا بيشتم، حد بيعمل، هتلاقي نفسك لما تغضب ولا تعمل هتلاقي نفسك بتقلد اليوتيوبر اللي انت كنت مصاحبه، وما انكرتش ساعتها في قلبك اللي بيعمله وطلعت. ليه؟ لانه كثره عرض الباطل على القلب تذهب بنور الحق، بتذهب بيه. فانك حتى عندهم في العقليه الغربيه حته حب الذات وحب النفس. يمكن لو قرات حتى ليهم هتلاقي الموضوع فيه انانيه، ان انت تحب نفسك بطريقه مش مهم غيرك. يعني حتى لو شفت غيرك، انت كل اللي بتفكر فيه حق نفسك انت عليهم، حقك انت عليهم ايه، مش حقهم عليك ايه. ما بتفكرش في حقهم اصلا. حتى عندهم ما فيش حاجه، يعني ما عندهمش بر الوالدين، زياره الاهل والاصحاب والاقارب وصله الارحام والكلام ده. الكلام ده عندهم اصلا يكاد يكون منعدم او ضعيف لاي حد عنده بقايا في فطرته سليمه او في دينه، لان عندهم مبدا المساواه، انه انت مالكش دعوه بيا وانا ماليش دعوه بيك. وده طبعا احنا ما عندناش الكلام ده في الاسلام عندنا. ليه؟ لان في عندنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فانت لازم تهتم بغيرك مش بنفسك انت بس، لان غيرك هيأثر عليك انت بطريقه غير مباشره. يعني تخيل ان كل المجتمع قرر يقول انه انا ما بضرش حد، يبقى مالكش دعوه بيا وانا ماليش دعوه بيك. هو تخيل كله اخذ سلوكيات منحرفه في المجتمع، ما هيعود عليك انت كمان بطريقه غير مباشره، هيعود عليك تاني. فكونك انت تفصل نفسك تماما عن المجتمع، ده شيء مش صح. ليه؟ لان انت كله بيأثر على التاني بطريقه غير مباشره، ومش ده اللي احنا مأمورين بيه. وانا مش شيخ، يعني صراحه مش شيخ يا جماعه الخير، بس انا التحليل بتلاقي كل الحاجات، والدين بتاعنا ما سابش حاجه، وكله داخل في بعضه، لان اللي نزل هو اللي نزل الوحي، فخلق الدنيا ونزل الوحي للضبط الحياه، فما فيش حاجه متعارضه من الثانيه. يا وتلاقيهم في الغرب طبعا، اللي يخليه ما يعملش حق للغير، يخليه ما يعملش حق لكلام الله او لربنا، ولا انه مش مهم في حته اللي ربنا حرمه في البيوع ولا في كذا. لسه كنت قارئ حاجه صراحه، اللي هو في حاجه اسمها النجش ده، انه انت لما تيجي تبيع لما تيجي تبيع حاجه، ولا لما يبقى في مزايده، قصدي لما يبقى حد في نوع المزايدات، اللي هو يقول لك مثلا انا البضاعه دي بكام، واحد يقول لك ده ب100، طب واحد تاني يقول لك زود 150، واحد ممكن يقول له 160، هو مش هيخش، هو مش هيدفع، بس هو عشان يزود اللي بعده. ده محرم. انا لسه عارف المعلومه دي جديده اصلا، يعني ما اعرفش حاجه زي كده.
احنا يعني اللي يخليه ما يوزنش حق الغير مش هيبقى في اهتماماته حق ربنا ولا حق الدين في حاجه، مش هيبقى ليها معنى. احنا اصلا اللي بيخلي الامور تختلف الماديه انه ليها معنى، نزل ليها وحي، فالوحي المعاني بتاعت الوحي دي جت على الماده فغيرت المعنى بتاعها. يعني ايه اللي يخليني اطلع فلوس او صدقه؟ ما انا لو فكر تفكير مادي بحت، لا انا اولى بالفلوس دي، ولكن في تعبير في معاني ايمانيه، في معاني اخرويه، فده اللي يخليني اطلع واقدم من الفلوس والمال والبر والعلم والحاجات المعنويه برضو من العلم وانك تقف جنب حد والكلام من ده معنويا. فان انت تحب نفسك شيء مهم جدا. بل انا لما قرأت الحته دي صراحه انه لا ينضبط حب النفس الا بانضباط حب الغير. انه لا الحته دي العكس، لا ينضبط حب الغير الا بانضباط حب النفس، يزداد معه ويقل معه. يعني انت لما تحب، واظن ان انا فهمتها صح ان شاء الله، انه انت لما تحب نفسك اكتر، كل ما تحب نفسك وتقدرها من ناحيه ان انت تقدرها وتحبها وترضى بكل عيوبها وتحب نفسك وتستأنس مع نفسك ويبقى عندك اهدافك وكذا، تحب غيرك. كل ما تحب نفسك وتتقبلها وتديها حب، كل ما تحب غيرك. والمقصود هنا من المحبه، هنا المحبه الشعوريه. المحبه الشعوريه عادي، يعني فاهم انت ازاي؟ يعني ما بتقلش. يعني مش عشان انا حبيت نفسي يبقى مش هقدر احب غيري. لا، المحبه الشعوريه اللي هو انا اقدر احبك واحب ده. يعني انت لو حبيت ابوك مش معناها كده ان ما حبيتش امك. الاثنين انت بتحبهم، دي ما تكونش غير في المعنى. الحاجه دي ما بتكونش غير في الامور المعنويه بس، اللي هي ممكن تتجزأ بدون ما تقل، اللي هو انا بحب ده وبحب ده وبحب ده. اما في الامور الماديه، لو انت خدت اي حاجه من الامور الماديه بتقل. فالمقصود هنا انك تحب نفسك زي ما تحب غيرك، على المماثله. لو غيرك نزل عليه خير تفرح، حتى لو علي عليك تفرح، ولو نزل عليه مصيبه تزعل. وكمان لو حد اخطا يبقى انت عندك شعور ان انت عايز تعدل له الخطا بتاعه ده، من ان انت بتحبه، عايز له الخير. فالامور دي محتاجه موازنه في النفس. ومن اهم الامور اللي دايما كنت بقولها وقلتها قبل كده في فيديو قبل كده، ان انت ما تقارنش نفسك بحد. ما تقارنش نفسك بحد. طبعا السوشيال ميديا الان وكل حاجه موجهه انك تقارن، لانه اغلب اللي بيطلع على السوشيال ميديا انت ما بتشوفش غير ساعه من يومه او ربع ساعه من يومه، فانت متخيل ان هو حياته مية مية، او حياته تمام، او حياته بيرفكت. هو حياته يمكن ابعد ما يكون عن البيرفكت. بس هو لازم لما يعرض لك حاجه في السوشيال ميديا لازم هيعرض لك حاجه يكون ما فيهاش حزن، مش هيحكي لك مشاكله. فما تقارنش نفسك بحد، ولا حد نجح وعداك ولا انت عديت حد، لان في المقارنه لابد يحصل حاجه من الاثنين مش صح، الاثنين غلط، واثنين انت بتاذي نفسك في نفس الوقت. لو هو طلع قارنت نفسك بحد مثلا وهو طلع اعلى منك، انت كده هتحسد، هتتضايق وتحسد. لو انت حتى لو انت لا شعوريا في نفسك، لو انت طلعت احسن منه في المقارنه النفسيه اللي انت دخلت نفسك بينك وبينه، هيحصل ايه؟ هتيجي لك عجب وكبر في نفسك. ودي حتى في سوره الكهف بتاعت اصحاب الجنتين، لما هو دخل جنته وهو ظالم لنفسه، لما دخل وتكبر شاف نفسه احسن فتكبر. فما تدخلش نفسك في المقارنه النفسيه دي، لانك انت برضو ممكن تحزن على نفسك مثلا وتقول لا انا دلوقتي انا مش محقق زي الناس دي او كذا او كذا او كذا، فتحزن على نفسك وتزدري النعمه اللي ربنا اصلا انعمها عليك. وفي دي حديث كمان. فمهم جدا انك تركز على نفسك. الاولى من ده انك تركز على نفسك وتركز على اهدافك وتحب نفسك وتركز في طريقك. كل واحد ليه طريق في الحياه، كل واحد ليه طريق، وكلنا هدفنا واحد ومصلحتنا واحد في الاخر. فاحنا برضو مش تركيز على نفسك بس بدون ما تحس بالغير، لا، الموضوع محتاج موازنه يا جماعه الخير. تحب نفسك زي ما تحب غيرك زي ما تحب نفسك، وتتمنى له اللي تتمناه لنفسك. ده الفطره السليمه، دي الفطره السليمه، وتعيش مبسوط. حتى بتبص وتلاقي الناس دي الناس في ناس كده تبص عليهم سبحان الله تلاقيه مليان من عينه، حتى تعرفه مليان مش بيفكر في غيره خالص، ولا هيفيدك. يعني حتى مش هيفيدك ان انت تقعد تقارن نفسك بغيرك، مش هيفيدك بحاجه. انت لو فكرت فيها مش بالعكس، ممكن يكون معطل ليك. فانت ركز على وكان في ابيات شعريه سمعتها قبل كده: لا ينال العلا، لا يعني اللي هو معناها انه اللي بيسعى ومع نفسه ده ما بيحقدش ولا بيحسن، ان هو مركز مع نفسه.
مركز مع نفسه، ما تلتفتش لغيرك، ما تلتفتش لغيرك من ناحيه هو حقق ايه، عمل ايه، بس التفت لامور الاخره اللي هو لا اشوفه هو كويس في الحته دي ولا لا. طب نحاول ان احنا نطلع مع بعض في امور معينه، لان كله من مصلحتك، سواء في عيلتك من مصلحتك انكم كلكم تكونوا كويسين، في بيئتك من مصلحتكم كلكم انكم تكونوا كويسين. ده من المصلحه، انت لو فكرت بالعقل من المصلحه انه الجميع يكون متقدم. فحب المماثله، حب انه يكون لاخيك المسلم ما يكون لك، حب انك تعيش لوحدك، حب انك تستانس لوحدك. في ناس بتتحسس للبشر اكتر ما تتحسس لنفسها. انا قلت لسه الموضوع ده لازم توزن الموضوع زي ما بتحسبها انت، ما زي ما انت بتستسعد مع نفسك، برضو حاول ان انت تلتفت لغيرك برضو. يعني الموضوع مش معناه انك تلغي الالتفات للغير، لا، مهم جدا انك تلتفت وتشوف اللي حواليك، يمكن تأذيهم وانت مش حاسس. فهي على حسب برضه ممكن نوع التربيه اللي عدى فيه. ممكن تلاقي واحد جدا في اقصى الشمال بيلتفت للناس، وواحد جدا في اقصى اليمين بيلتفت لنفسه هو بس. فالموضوع محتاج نوع من الموازنه، والشرع جه وازن الامور دي كلها. فبس هنا تكون نهايه الفيديو بتاع النهارده. حرفيا الفيديو انا نفسي كنت عايز اعرفه، يعني عايز اعرفه بسبب ان كان فيه بيتكلموا عن حب الذات، الغرب والكلام من ده، وفي نوع من الانانيه في بعض الامور. طب وايه؟ فلما تعمقت وبحثت في الموضوع اخدني اسبوع، يعني وده اللي بيديني صراحه مساحه ان انا ابدا ادور وابحث، ان انا ارمي للفيديو اسبوع كامل، منها اصلا مواضيع يعتبر فكريه شويه. فممكن يعني تمل لو انا هنزل كل يوم من امور فكريه. يعني انا لقيت قنوات العاب بتنزل كل يوم لانه متعه. اما الامور الفكريه لا، لازم الامور الفكريه يعني الى حد ما عشان الناس ما تزهقش منك. فبس ذاتس ات، واتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديو. اتمنى ان انا قدرت اوصل الحاجه اللي انا عايز اوصلها، وما كنتش نسيت حاجه. ولو نسيت حاجه عادي، انا بعمل عنها ريل كده كده يعني. وقولوا لي رايكم يا جماعه الخير. كنت عايز اعمل استفتاء على القناه صراحه في الموضوع ده. هل ان انا الطريقه العفويه اللي انا بكلمكم بيها، الطريقه دي هل هي احسن من وجهه نظرك، ولا الطريقه اللي فيها تقطيع، اللي فيها تلزيق؟ وبيديني برضو مساحه لموضوع التقطيع والتلزيق ده، مش بحس تحت ضغط ان انا لازم اقول كل معلومه ورا الثانيه. بس برضو ليها سلبياتها. كان في موضوع الكماليه انا كنت ممكن اعيد كذا حاجه عشان اوصلها بالطريقه البرفكشنزم، بالحماس المطلوب والكلام من ده خرجني برضو. يعني ده موضوع العفويه عالج معايا موضوع الكماليه. فانا عايز اعرف رايكم، اكتبوا لي تحت. انا عايز اسمع صراحه رايكم. كنت عايز اعمل استفتاء على القناه، لكن لقيت في استوديو يوتيوب قال لي انك مش هينفع اعمل حاجه زي كده الا لما اوصل لرقم معين. فعايز اعمل استفتاء، هل الطريقه العفويه دي هي انسب، هي اجمل بالنسبه لك؟ ممكن ترجع تشوف الفيديوهات اللي على القناه اللي كنت عاملها بطريقه فيها مونتاج وتقول لي انهي افضل. لانه الفيديو اللي فات كان فيه حد كان من الجمهور، انا اهتم لاراء صراحه الجمهور الى حد ما، انه برضه بهتم لارائي وبهتم لاراء الجمهور. لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. انه هل يعني قالوا لي ان هم عايزين المونتاج، يعني حبذا لو في مونتاج. فانا مش عارف. وبالعكس انا لقيت الموضوع ده فيه رابطه بشريه اعلى، فيه صله اعلى، ان انا اكلمك، ان انا اغلط، ارتب غلطي دلوقتي، اتعلم وانا معاك في طريقه الالقاء اللي انا بكلمك بيها. فقولوا لي ارائكم تحت في خانة التعليقات، يهمني جدا اعرف رايكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه. احنا في رحله يا جماعه الخير الوصول ل100,000. ما تنساش انك تدعمنا، ان شاء الله نوصل ل100,000 وللمليون ولل10 مليون باذن الله. هدف كبير باذن الله في المستقبل. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساش تاخد كم لفه كده في القناه لما بتطلع. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.